شفتوا الفيديو ده؟ سبحان الله، يعني ما بقاش في اي حاجه بنتفق كلنا عليها ابدا. حتى موقف هايدي البنوته الجميله العسل اللي هي عملته، طلع ناس تانية بتقول يعني كلنا وقفنا مع هايدي وسيبنا الراجل الغلبان اللي خد منها ال5 جنيه. فبقى في عندنا فريقين، فريق هايدي وفريق الراجل الغلبان اللي خد ال5 جنيه. انا معاكم طبعا، ده اكيد محتاج ان احنا نقف جنبه وندعمه، بس انا عايز اقول لكم حاجه، يعني هي وجهه نظري انا الشخصيه، ان الراجل اللي خد ال5 جنيه للاسف هو في منه كتير، بنشوفه واحنا نازلين رايحين الشغل، جايين من الشغل، رايحين خارجين، احنا شايفين النماذج دي كتير، تمام، وربنا يفك كرب كل الناس. بس نموذج هايدي اللي هي طلعت من مصروفها او من فلوسها، حرمت نفسها يا جماعه، ان هي تحرم نفسها، طفله تحرم نفسها من حاجه حلوه هي بتحبها، هي دي اللي مفيش منها كتير. علشان كده هايدي ربنا اللي كرمها، مش انتوا اللي كرمتوها ولا الناس كلها كرمتها، هو ربنا نفعها، ربنا وقف معاها، ربنا شاور عليها. فيعني نموذج هايدي بجد لازم كلنا نفتخر بيه. فانا شايف ان احنا بقينا يعني في ايه، يعني انا مش عارف في ايه. يعني البنت ولا عارفه ان هي بتتصور، ولا الفيديو هيضرب، ولا يعني يعني فكر كده في الموضوع من بعيد، هتلاقي هو في حاجه من عند ربنا، مش من عند هايدي ولا من عند الراجل صاحب السوبر ماركت او الكشك. يعني الموضوع من فوق خالص. هرجع واقول تاني خلاصة الفيديو، ان الراجل اللي خد الفلوس ده في منه كتير، بس البنت اللي ضحت بمصروفها ودفعت الفلوس ده النموذج اللي مفيش منه كتير. فبجد انا بحييك يا هايدي، وبقول لك يا هايدي يا هايدي، يا ريت نشوف منك كتير الايام دي.